الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام أينما وحيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المجلس المبارك، وفي ثاني درس من دروس علوم القرآن في الفصل الثاني من الأكاديمية العلمية، والتي تأتيكم عبر قناة المجد العلمية. أحبتنا الكرام، نسعد وإياكم باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية بكلية المعلمين في مدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والحاضرين. أحبتنا الكرام، نرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الطيب. يمتد ترحيبي أيها الإخوة والأخوات بكم يا من تتابعون هذا المجلس المبارك من خلال الشاشة وعبر موقع الأكاديمية العلمية، والتي تأتيكم وتنقل لكم هذه الدروس المباركة. أحبتنا الكرام، نسعد وإياكم ويسعدنا تواصلكم واتصالكم معنا عبر هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني والذي يظهر تباعا على الشاشة. على بركة الله وبتوفيق منه سبحانه وتعالى نبدأ هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. في الدرس الماضي، وهو الدرس الأول من دروس علوم القرآن في هذا الفصل الدراسي، قدمنا بذكر المبادئ العشرة التي يحتاجها طالب العلم للدخول في أي فن من فنون العلوم الإسلامية وغيرها من العلوم، وواصلنا الحديث حتى وصلنا إلى نشأة مدارس التفسير. وفي ختام الحلقة وضعنا سؤالين لكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، ولإخواننا أيضا من الحاضرين للإجابة عليها. كان هذان السؤالان أحدهما يقول: من أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح المعروف؟ فإذا كان لأحد إجابة فليتفضل بها. نستعرض إجابات الأخوة. تفضل. نعم. هذا الأخ الكريم سراج من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة الأسئلة: أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح المعروف هو علي بن إبراهيم بن سعيد المعروف بالجوفي، المتوفى عام 430 من الهجرة، فقد ألف كتاب البرهان في علوم القرآن، والله أعلم. الإجابة الأخرى يقول: أما أشهر كتاب في علوم القرآن فلم أستطع الوقوف عليه، لكن من أشهر الكتب كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي، وكتاب البرهان في علوم القرآن، وكتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان. الأخ عادل الغامدي من السعودية يقول: إجابة السؤال الأول: أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح المعروف هو ابن الجوزي، حيث ألف كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن، وألف أبو شامة المتوفى في سنة 1500 بعد المئة كتاب سماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز. جواب السؤال الثاني: أشهر كتاب في علوم القرآن السيوطي رحمه الله، وضع كتابه الحافل الذي جمع كل ما كتب من قبل. وفي العصر الحديث الشيخ الزرقاني رحمه الله. نسمع تعليقكم الشيخ على إجابة الأخوين. الإجابة الأخ الأول يقول إن أول من ألف في علوم القرآن بالمصطلح الحديث هو علي المعروف بالحوفي. ذكر أنها الجوفي، لا، ولا هي صحيح أنها الحوفي، وهذا من علماء القرن الخامس الهجري. والصحيح أن هذا ليس هو أول من ألف في علوم القرآن الكريم، ذلكم أن كتابه على الصحيح ليس اسمه البرهان في علوم القرآن،
وإنما اسمه الصحيح البرهان في تفسير القرآن الكريم. نعم. الشيخ نستعرض بعض الإجابات. أما إجابته الثانية فأشهر كتاب في علوم القرآن هي ما ذكره الأخ، فقد أصاب الإجابة. أشهر كتب علوم القرآن على الإطلاق وعليه المعول في من جاء بعده هو الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن. فإجابة الأخ هذه صحيحة. أما الأخ الآخر عندما ذكر أشهر مؤلف علوم القرآن ذكر فنون الأفنان، نقول ليس الأمر كذلك. أو أول من ألف في علوم القرآن قال إنه ابن الجوزي في فنون الأفنان، نقول ابن الجوزي من علماء القرن السادس الهجري، وقد تقدمه بعض العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه الأخت ريهام من الولايات المتحدة تقول أول من ألف في علوم القرآن هو ابن الجوزي وكتاب فنون الأفنان، وأشهر كتاب هو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. إجابتها الثانية صحيحة، أما الأولى فليست كذلك. نعم. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول أول من ألف في علوم القرآن هو السيوطي في كتاب الإتقان، وأشهر الكتب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ومباحث في علوم القرآن للشيخ منع القطان. إجابتها الثانية صحيحة، وأما الأولى فليست كذلك، فقد تقدم السيوطي علماء كثيرون جدا كتبوا في علوم القرآن بالمصطلح المعروف. أحسنت شيخ. هذا الأخ محمد بن علي العامري محمد بن علي العامري من السعودية يقول إجابة السؤال الأول علي بن إبراهيم الحوفي ثم ابن الجوزي، وإجابة السؤال الثاني الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. تقدم الإجابة على مثل هذا الجواب، وبينا أن الإجابة الأولى خاطئة والثانية صحيحة. أحسن الله إليكم شيخ. هذا الأخت الكريمة زهراء من العراق تقول الإتقان في علوم القرآن، إجابة السؤال الأول الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمه الله. كذلك مثل ذلك نقول في إجابة هذه الأخت. طيب، إذا كان أحد الإخوة الحاضرين عنده إجابة في هذا السؤال فليتفضل بها. نأخذ الإخوان، تفضلوا. هل هناك أحد عنده إجابة لهذا السؤال؟ إذا بقي هذا السؤال لم يستطع أحد أن يجيب عليه، فنحن سنجيب عليه إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا. أما السؤال الثاني فهو كما ذكرتم أو كما ذكر الإخوة المتصلون عبر الشبكة العنكبوتية، من أن أشهر كتب علوم القرآن هو كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والإمام السيوطي رحمه الله ألف كما سنبين كتابين في علوم القرآن، أشهرهما كتاب الإتقان، وهذا الكتاب جمع فيه كثيرا مما كتب قبله في علوم القرآن، فأصبح موسوعة علمية في هذا الشأن. ننتقل. أحسن الله إليكم شيخ. الآن لدينا أسئلة عن الدرس الماضي. نعم شيخ، تفضل. أسئلة الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: هل اسم القرآن جامد أو مشتق؟ تحدثنا بالأمس عن كلمة القرآن وقلنا من العلماء من يقول إنها جامد ومنهم من يقول إنها من المشتقات، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ نأخذ إجابات. تفضل أخي الكريم فهد. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن لفظ القرآن مشتق وليس بجامد. أحسنت. الصحيح أن لفظ القرآن مشتق وليس بجامد. السؤال الثاني: ما هي المبادئ العشرة للعلوم؟ تحدثنا في أول الدرس الماضي عن المبادئ العشرة للعلوم، فمن يذكرها على سبيل العد، ولست أقصد بذلك ذكر الأبيات التي رددناها في الدرس الماضي. تفضل. المبادئ العشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم والاستمداد، حكم الشارع، ومسائل الفن. أحسنت، بارك الله فيك. هذه هي مبادئ العلوم التي تدرس في بداية كل علم. وبالأمس لم نبين معنى كلمة ونسبة، يعني هذا العلم ينسب إلى أي العلوم، فعلوم القرآن تنسب إلى علوم الشريعة، كما أن علم التشريح مثلا ينسب إلى علم الطب، وهكذا. يعني المقصود إلى أي شيء ينتسب هذا العلم نقول ينتسب إلى علوم الشريعة. السؤال الثالث: ما أسماء هذا الفن؟
ما أسماء هذا الفن؟ من يجيب؟ نعم تفضل. اسماء هذا الفن يسمى علوم القرآن الكريم، أصول التفسير، وقواعد التفسير. أحسنت. يسمى علوم القرآن الكريم، ويسمى أيضا أصول التفسير، ويسمى قواعد التفسير، بمعنى أنك قد تجد بعض الكتب قد وضع عنوان لها بهذه الصورة، لكن داخلها هو في علوم القرآن. مثلا الشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه أصول التفسير أو مقدمة في أصول التفسير، وهي حقيقة في علوم القرآن. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، ولأجل هذا ذكرنا هذه القضية في مبادئ علوم القرآن الكريم. السؤال الأخير الذي نختم به: ما موضوع علوم القرآن؟ ما موضوع علوم القرآن؟ من يجيب؟ موضوع علوم القرآن تفضل. هو القرآن من حيث بيان نزوله وجمعه وكتابته وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. أحسنت. موضوع علوم القرآن هو القرآن، يعني البحث في علوم القرآن يدور حول القرآن من حيث هذه الأمور التي ذكرتها جزاك الله خيرا: جمعه، ناسخه، منسوخه، أمثاله، قصصه، نزوله، كتابته، رسمه، قراءاته، إلى آخره مما ذكره أهل العلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كنا توقفنا بالأمس فضيلة الشيخ محمد عن أو عند المدارس التفسير في عهد التابعين، تطرقنا إلى شيء من ذلك ولم يسعفنا الوقت في التطرق إليها كلها. حتى لو أخذناها من أولها. أحسنتم. كنا في الدرس الماضي تحدثنا عن نشأة هذا العلم، وبينا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا العلم موجودا، لأنه وجد هذا العلم مع نزول القرآن الكريم. فطريقة نزول القرآن وكتابة القرآن والوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفياته، وجمع القرآن، وما يكون من القرآن من ناسخ ومنسوخ، كان ذلك كله موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على ذلك في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبينا كيف أن الصحابة عنوا بهذا الأمر أشد العناية، حتى إنهم كانوا يميزون الآية ويعرفون رضي الله تعالى عنهم أين نزلت، هل نزلت في الليل أو في النهار، في جبل أم في سهل، صيف أو شتاء، من شدة عنايتهم بضبط هذا القرآن وعنايتهم به رضوان الله تعالى عليهم. ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن التابعين تلقوا هذا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقوا في المدينة، وإنما تفرقوا في الأمصار للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذا الدين. منهم المجاهدون الذين يفتحون الأمصار بالسنان، ومنهم العلماء الربانيون الذين يفتحون الأمصار بالحجة والبرهان ويعلمون الناس دين الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنشأت هناك مدارس حسب المواقع التي ذهب إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدرسة الأولى مدرسة مكة، وهي أشهر مدارس التفسير، وهي المدرسة التي كان يقودها ورأسا فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. كيف ذلك؟ ابن عباس بقي في مكة، فاجتمع عليه طالب العلم من أهل مكة، وأخذوا يتتلمذون عليه كمجاهد ابن جبر، عكرمة مولاه، أيضا طاووس بن كيسان اليماني، عطاء بن أبي رباح، وغير هؤلاء ممن عكفوا على التتلمذ على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخذت هذه المدرسة تنشر العلم الذي بثه فيها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأن ابن عباس قد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
اللهم أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأخذت الأمة تأويل القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وخرج من تلاميذه علماء وأفذاذ نقلوا علما كثيرا للأمة، بل إن أكثر علم التفسير وعلوم القرآن أخذ من هذه المدرسة التي تسمى المدرسة المكية. المدرسة الثانية مدرسة المدينة، وهي المدرسة التي كان فيها كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن كثيرين من الصحابة بقوا في المدينة، وهي المدرسة التي كان فيها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت أيضا. ومن أشهر تلاميذ هذه المدرسة من التابعين زيد بن أسلم وأبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي. وهذه المدرسة مدرسة حفظت لنا علما كثيرا، السير والمغازي والسنن النبوية، بل حتى علم القراءة اشتهرت هذه المدرسة بالعناية به، وما زالت القراءة في أهل المدينة إلى اليوم باقية. المدرسة الثالثة هي مدرسة الكوفة، وهي المدرسة التي أنشأها وقام عليها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المدرسة كان من أشهر تلاميذها علقمة ابن قيس رحمه الله، وعمرو بن شرحبيل، وأبو عبد الرحمن السلمي، الذي كان له مقرأة يقرأ فيها خلق كثير القرآن الكريم، بل كان يطوف عليهم على حمار كان يركبه رحمه الله تعالى، وقد تفرغ لإقراء القرآن أكثر من 60 عاما، يقرئ الناس كلام الله جل وعلا ويعلمهم تلاوة القرآن الكريم، وهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه 3 مدارس يذكرها كثير من الكاتبين في علوم القرآن، ويضاف إليها مدرسة مهمة جدا هي المدرسة الرابعة، المدرسة البصرية، والتي كان رأسا فيها أنس بن مالك وأبو موسى الأشعري، ومن تلاميذهم الإمامان الجليلان الحسن البصري وقتادة ابن دعامة السدوسي. هذه المدرسة مدرسة متميزة أيضا في علوم القرآن وفي علم التفسير وفي الرواية بشكل عام. فهذه المدرسة كان لها دور كبير في حفظ كثير من علم التفسير، بل إن أكثر مرويات التفسير كما أثبت ذلك الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري في رسالته الماتعة، رسالة الدكتوراه تفسير التابعين، قال إن أكثر مرويات التفسير بعد المدرسة المكية إنما تروى عن هذه المدرسة البصرية، مع إغفال كثير من الكاتبين في علوم القرآن لهذه المدرسة. فهذه المدارس الثلاث انطلقت منها الجمل أو يعني المرويات العلمية في التفسير وفي علوم القرآن وفي سائر فنون الشريعة، انطلقت منها وتفرعت عنها، حيث إن تلاميذ هذه المدارس تفرقوا في الأمصار ونقلوا للناس ما عندهم من علوم، بل إنك تجد أحيانا بعض طلاب المدرسة المكية تتلمذ أيضا على المدرسة الكوفية أو البصرية، كما حصل لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبي العالية الرياحي، فقد تتلمذ على مدرستين وأخذ من الطائفتين. فهذه جملة ما حصل من المدارس في عهد التابعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا الأخوة الحاضرين معي لديهم أسئلة، هل هناك أسئلة أخوان؟ تفضل أخي محمد. نعم. فضيلة الدكتور بارك الله فيك، هل هناك فرق بين هذه المدارس في المنهجية؟ نعم. الذين تتبعوا حقائق هذه المدارس وما صدر عنها من علوم ومرويات وجدوا أن هناك فروقا كثيرة جدا، ومن أحسن من كتب في هذا الباب فيما رأيت ما ذكرته من رسالة الدكتوراه للدكتور محمد بن عبد الله الخضيري، تفسير التابعين، وهي رسالة جديرة بالقراءة والاقتناء. من الفروق مثلا المدرسة المكية هي أشهر المدارس
في بث علم التفسير، وهي مدرسة أيضا تعتمد في كثير من التفسير على الرأي والاجتهاد وعلى علم اللغة أكثر من غيرها. أما المدرسة الكوفية فإن الاهتمام بالأحكام والفقه أكثر فيها. أما تفسير القرآن بكلام العرب أو بالرأي دون الأثر فإنه قليل جدا فيها، لأنها مدرسة أثرية. المدرسة المدينة مثلا من المميزات التي فيها أنها اهتمت مثلا بعلم القراءة، واهتمت أيضا بعلم السير، فكثير من الآيات التي فيها ذكر لمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيابه وحروبه رواها ونقلها لنا تلاميذ هذه المدرسة المدنية. مدرسة البصرة مثلا اهتمت بجانب مهم جدا في علم القرآن، وهو جانب المواعظ والتذكير، فنجد هذا الجانب بارزا في هذه المدرسة. كما اهتمت أيضا بقضية الأحكام، أحكام الآيات نجدها أيضا بارزة وبينة في علوم ومرويات هذه المدرسة. إذن هذا يبين لنا بعجالة أن هذه المدارس بينها اختلاف، بل إن الاختلافات التي حصلت في المذاهب الإسلامية كانت نشأتها في الحقيقة من هذه المدارس، لمن تأمل ذلك وتبصره حق التبصر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل هناك أسئلة من الأخوة الحاضرين؟ أستاذ خالد تفضل. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لماذا عبرنا بالقول إذا قام به من يكفي دون العبارة الشائعة إذا قام به البعض؟ أحسنتم، هذا سؤال مهم ومفيد جدا لطلاب العلم. قلنا في حكم تعلم علوم القرآن إن حكمه فرض كفاية، والسبب في ذلك عندما عبرنا قلنا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن عبارة إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فيها تسامح، فالصحيح أن يقال إذا قام به من يكفي، لأن كلمة البعض تصدق على واحد، والواحد أحيانا لا يفي بالحاجة، والواحد لا يفي بالحاجة. فمثلا يقول العلماء تغسيل الميت والصلاة عليه فرض كفاية، فهل معنى فرض كفاية أن يقوم به واحد من المسلمين؟ وقد يكون هذا الواحد غير قادر على القيام بهذه المهمة كاملة، فنقول لا، إذا قام به من يكفي، من تقوم به الكفاية. فإذا كان يكفي لهذا العمل 3 فقام به 3 هنا سقط الإثم على الباقين. إذا كان يكفي 4 أو 6 أو 10 فقام به هذا العدد سقط الإثم عن الباقين. أما كلمة البعض فإن فيها تجوزا، وكلمة إذا قام به من يكفي هي الأفضل من ناحية موافقة اللفظ، وأيضا من ناحية الحقيقة الشرعية. فلنتنبه لهذا عندما نعبر عن في قولنا فرض كفاية، ما معنى فرض كفاية؟ أحسنتم الشيخ. ننتقل الآن إلى جزئية أخرى. هل هناك سؤال من الأخوان؟ تفضل أخي محمد. شيخنا حفظكم الله تعالى، ذكرتم في الدرس الماضي أن أشهر اسمين للقرآن هما القرآن والكتاب، فهل هناك سر لذلك؟ نعم، ذكرنا أن من أشهر أسماء القرآن 5: القرآن والكتاب والذكر والفرقان والنور. وأشهر هذه ال5 كما ذكرت بارك الله فيك القرآن والكتاب، فأكثر ما يتردد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفا للقرآن وتسمية له هو القرآن والكتاب. فلماذا كان هذان الاسمان هما أشهر أسماء القرآن؟ يذكر بعض الباحثين المعاصرين لذلك حكمة جميلة، قال: لأن القرآن يحتاج في حفظه إلى أمرين، وفي نقله وروايته إلى أمرين: التلاوة والقراءة والكتابة، فهذان العنصران هما عنصر حفظ القرآن الكريم، لأننا لا نقبل قراءة من دون كتابة، ولا نقبل كتابة من دون قراءة. ولذلك لو جاءنا إنسان يريد أن يقرأ القرآن
من دون أن يتعلمه على قارئ فإننا نقول له لا بد أنك ستخطئ في قراءته، لأن قراءة القرآن تحتاج إلى أن تتلى على من يتعلم عنه القرآن الكريم. أسأل الله إليكم شيخ. فهذا هو سر كون هذين الاسمين من أسماء القرآن هما أشهر أسماء القرآن الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. أستأذنك في أن نستعرض بعض الأسئلة من الإخوة. هذا عبد الغني المجتهد من المغرب يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يعتبر تفسير التابعين تفسيرا بالرأي أم تفسيرا بالمأثور؟ وجزاكم الله خيرا. تفسير التابعين إن كانوا ينقلونه عمن قبلهم من الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تفسير بالمأثور، أو ينقلونه من السنة، أو تفسير القرآن بالقرآن فهو من التفسير المأثور. أما إن كانوا يقولونه برأيهم وباجتهادهم حسب الضوابط الشرعية والأصول المرعية عند أهل العلم فهو يعد من هذه الزاوية تفسيرا بالرأي بالنسبة لهم. ومن بعدهم إذا نقلوه عنهم صار تفسيرا بالمأثور لكن تفسيرا نسبيا، أما حقيقته فهو تفسير بالرأي، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ. ننتقل بعد هذا إلى العهد الأخير الذي استقر عليه الأمر في نشأة علوم القرآن، وهو عهد التدوين. تعلمون أيها الأحبة أنه في نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثاني بدأ تدوين العلوم الإسلامية، ومن ضمن ذلك علوم القرآن، بل إن بعض مفردات علوم القرآن بدأت الكتابة فيها مبكرة، يعني بعد 60 تقريبا، 60 هجرية. يروى أن مجاهدا كتب التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست له. فهذا يدلنا على أن علوم القرآن دونت في عهد مبكر. وعهد التدوين أيها الأحبة لما بدأ كانت دونت يعني كثير من علوم الإسلام، خصوصا ما يتصل بالرواية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالرواية عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تفسير كلام الله جل وعلا. وكانت البداية في مفردات من علوم القرآن ومباحث معينة، يعني هذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ، وهذا في أسباب النزول، وهذا في غريب القرآن، وهذا يؤلف في قصص القرآن، وهذا يؤلف في نزول القرآن أو جمع القرآن أو نحو ذلك. وقد عد ابن النديم رحمه الله تعالى في الفهرست أكثر من 250 مؤلفا إلى وقت كتابته لتلك المؤلفات، عندما حرر كتابه المشهور عام 77 و300 من الهجرة النبوية. فتصور يعني أنه في خلال القرون الثلاثة أو في نهاية القرن الأول والقرن الثاني والثالث دون أكثر من 250 كتابا في علوم القرآن الكريم. فتجد قد دون مثلا في الناسخ والمنسوخ كذا كتابا، وفي غريب القرآن كذا كتابا، وفي مشكل القرآن كذا كتابا، وهكذا في سائر علوم القرآن. وبهذه الطريقة بدأ التأليف في علوم القرآن، لا على أنه فن مستقل بموضوعات محددة، وإنما كل واحد يؤلف في موضوع من موضوعات علوم القرآن. وعلى سبيل المثال مثلا الحسن البصري ألف كتابا في القراءة، والحسن وفاته كانت عام 10 و100. أيضا ممن ألف في ذلك الزمن المبكر عطاء بن أبي رباح، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، المتوفى عام 14 و100، ألف كتاب غريب القرآن، مما يدل على أن هذا العلم قد تقدم فيه التأليف في مطلع القرن الثاني. أيضا قتادة بن دعامة السدوسي، وهو من تلاميذ المدرسة البصرية، ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ، وكتابه هذا موجود وقد طبع. ووفاة قتادة رحمه الله كان عام 17 و100 من الهجرة النبوية. أيضا من المؤلفات المبكرة في علوم القرآن أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى عام 24 و200 من الهجرة النبوية،
ألف كتاب الناسخ والمنسوخ، وكتابه هذا موجود مطبوع. وممن ألف أيضا وهم كثير جدا كما أسلفت قبل قليل ابن قتيبة رحمه الله تعالى ألف كتابين مهمين وهما مطبوعان. وابن قتيبة توفي عام 76 و200 من الهجرة النبوية. ألف كتاب تأويل مشكل القرآن وهو كتاب مشهور موجود، وألف كتاب تفسير غريب القرآن وهو كتاب يعتبر عمدة في بابه. ومنهم أيضا ممن ألف الواحدي رحمه الله، له كتاب مشهور في أسباب النزول، بل هو أشهر الكتب في أسباب نزول القرآن الكريم. والواحدي كما تعلمون من علماء القرن الخامس الهجري، توفي سنة 68 و400 من الهجرة النبوية. وممن ألفوا أيضا وشاركوا في ميدان علوم القرآن ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام، فقد ألف كتابا في موضوع من موضوعات علوم القرآن مهم جدا، وهو موضوع القسم في القرآن، واسم كتابه التبيان في أقسام القرآن. وتعلمون أن وفاة ابن القيم رحمه الله كانت سنة 51 و700 من الهجرة النبوية. ومنهم أيضا ممن شاركوا في التأليف في علوم القرآن الإمام الحافظ ابن حجر، الذي إذا قيل الحافظ لم ينصرف إلى أحد غيره. ابن حجر رحمه الله توفي عام 52 و800 من الهجرة النبوية، وله كتاب حافل جميل جدا في أسباب نزول القرآن يسمى العجاب في أسباب أو في الأسباب، وهو مطبوع الآن في مجلدين وفيه خروم يسيرة. وهذا الكتاب يعتبر من أحسن الكتب في أسباب نزول القرآن. هذه أيها الأحبة جملة من الكتب المؤلفة في علوم القرآن بصفة مفردة. ومنها أيضا نضيف إليها كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للإمام الكافيجي، المتوفى سنة 79 و800 من الهجرة النبوية. ومنها أيضا كتاب السيوطي رحمه الله الذي توفي عام 11 و900، له كتاب اسمه مفحمات الأقران في مبهمات علوم القرآن. ومنهم أيضا زكريا الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 من الهجرة النبوية، ألف كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن الكريم، وهذا الكتاب أيضا مطبوع كما أن الكتاب الذي قبله وكتاب الكافيجي أيضا كلها مطبوعة وموجودة. ومن الكتب المؤلفة وهي من علماء معاصرين كتاب السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي أحد علماء نجد، المتوفى سنة 76 و300 وألف من الهجرة النبوية، له كتاب اسمه القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي قواعد عامة في قواعد تفسير القرآن وفي ذكر بعض القواعد الأصولية وبعض الفوائد القرآنية. هذه جملة من المؤلفات المفردة في مباحث من علوم القرآن. والمؤلفات المفردة في هذا الباب كثيرة جدا تربو على الحصر، بل إن أحد المعاصرين جمع ما هو موجود مخطوطا ومطبوعا من كتب علوم القرآن في 4 مجلدات كبيرة، فذكر من ذلك آلاف من الكتب، مما يدلنا على أن العلماء رحمهم الله قد أولوا مباحث علوم القرآن عناية كبيرة، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وعناية الأمة بفهم هذا القرآن والعناية به. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المؤلفات في علوم القرآن علما على علم معين، نذكرها بعد أن ننظر إذا كان هناك أسئلة أو شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك شيخ. الأخوة الكرام تفضل. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يقال ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية بآل التعريف؟ أحسنت، هذا مما يقع فيه الخطأ كثيرا ممن يتحدثون عن ابن قيم الجوزية. فنقول في ذكر اسم هذا الإمام إن قلت ابن القيم فأنت تتوقف بهذه الصورة، تقول ابن القيم، وإن أضفت تقول ابن قيم الجوزية. ولعلي أضرب لذلك مثالا يتضح به المقام.
هل يصح أن تقول ابن المدير المدرسة؟ لا يصح، وإنما تقول ابن المدير أو ابن مدير المدرسة. وكذلك هذه الكلمة تماما وسواء بسواء، لأن ابن قيم الجوزية معناه ابن مدير المدرسة الجوزية، فابن القيم ابن لمدير المدرسة الجوزية. فإما أن تقول ابن القيم يعني ابن المدير، أو ابن قيم الجوزية ابن مدير المدرسة. هكذا ينطق اسم هذا الإمام العلم. إذن فبهذا نعرف أن من يقول ابن القيم الجوزية يخطئ في طريقة قراءة اسم هذا العلم. وهذا يذكرني أيضا بشيخ الإسلام. كثير من الناس يقول ابن تيمية ولا يشدد الياء، وهو منسوب إلى تيماء، فيقال ابن تيمية لأن جدته ولدت هناك في تيماء فنسبت إلى تيماء، فقيل في حقها تيمية، فابنها أو حفيدها يقال له ابن تيمية. وهكذا ينبغي لنا أن نتعلم ضبط الأسماء، خصوصا أسماء الأئمة والعلماء. بارك الله فيك يا شيخ. هل هناك سؤال آخر أيها الأخوة؟ تفضل أخوي، تفضل. يا شيخ، ذكرتم المدارس المكية والمدنية والكوفية والبصرية، هل البلاد الشامية كانت تفتقر لهذه المدارس؟ المدرسة الشام كانت أرض جهاد، الشام كانت أرض جهاد وأرض ثغور، فكانت بداية المدارس الإسلامية في هذه المواقع. ونحن نتحدث الآن عن عهد التابعين وليس العهد الذي جاء بعده. مثلا في عهد الدولة الأموية صارت الشام محلا للعلم والعلماء ومكانا للمدارس الإسلامية، لكن نحن نتحدث في زمن معين وهو زمن التابعين أو الصحابة الذين انتقلوا إلى الأمصار وبثوا علومهم هناك. فمثلا في الشام أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، لكن أبا الدرداء اشتهر رضي الله تعالى عنه بالعبادة، وأيضا كثير من ذهب إلى الشام كان يقصد الذهاب إلى ثغور المسلمين للقتال فيها. ولذلك أحاديث الجهاد تجد أكثرها عند الشاميين، لأن الشام كانت محلا للمجاهدين. وتعرف أن الصراع الذي بقي مع الروم بقي صراعا طويلا، بخلاف الصراع الذي كان مع الفرس، فقد أنهى الله سبحانه وتعالى دولتهم في غضون سنوات قليلة. بارك الله فيك الشيخ. أستأذنك في أن أستعرض مجموعة من أسئلة الإخوة عبر الموقع. هذا الأخ محمود من الأردن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، ما رأيك بمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام، وهل تنصح بحفظها ودراستها لطالب العلم المبتدئ؟ أيضا هذا الأخ خالد سعيد محمد من الولايات المتحدة يقول: فضيلة الشيخ، هل اختلفت المدارس في تفسير معاني الآيات؟ فإذا كان ذلك حصل فكيف وقد أخذوا جميعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأخ الكريم عمار العيساوي من العراق يقول: فضيلة الشيخ، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له كما ذكرت: اللهم علمه التأويل، فما الفرق بين التأويل والتفسير؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول، سأل عن مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المقدمة من أحسن ما كتب في أصول التفسير وبيان خلاف المفسرين وكيف يعمل الإنسان عندما يقرأ خلاف المفسرين من السلف. وذكر أيضا طرفا من مناهج المفسرين، فهي مقدمة تعتبر من أفضل ما كتب في هذا الباب، وحري بطالب العلم أن يقرأها ويستشرحها ويستظهر هذه المقدمة، لأنها مقدمة كما ذكرت متينة. بل إن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بني على هذه المقدمة، والدليل على ذلك أنك تجد ابن كثير رحمه الله قد ضمن مقدمة تفسيره هذه المقدمة دون إشارة واضحة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم بنى التفسير على نفس المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام في هذه المقدمة العظيمة، بمعنى أنه كان ابن كثير رحمه الله تعالى يفسر القرآن أولا بالقرآن، فإن لم يجد فسر القرآن بالسنة،
فإن لم يجد فسر القرآن بأقوال الصحابة، فإن لم يجد فسر القرآن بأقوال التابعين، فإن لم يجد فسر القرآن بمقتضى اللغة على ضوء الضوابط الشرعية والقواعد الأصولية المرعية. ولأجل هذا حاز هذا الكتاب الشهرة وتداوله الناس وصار له قبول أكثر من أي تفسير آخر. هذا بالنسبة لسؤال الأخ الأول. السؤال الثاني يقول الشيخ الكريم يقول هل اختلاف المدارس في تفسير معاني الآيات هل حصل هذا الاختلاف، وإذا كان ذلك حصل كيف وقد أخذوا جميعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المدارس كما ذكرت قبل قليل وقد يأتي تفصيل لذلك إن شاء الله في دروس قادمة مختلفة أصلا في مناهجها. هناك مدارس مثلا تتورع أن تقول في القرآن إلا بأثر كالمدرسة المدنية مثلا، وأيضا يوجد شيء من ذلك في المدرسة الكوفية. فلا كانوا يتورعون عن القول في القرآن إلا بأثر، يعني بأن يسمعوا في ذلك أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. أما المدرسة المكية فكانت مدرسة قوية في هذا الميدان، لأن قائدها وإمامها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان قويا في الجانب اللغوي، قويا أيضا في طلبه للعلم، حيث دار على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقى عنهم. فقد تجد بعض الآيات فسرتها أو موجود تفسيرها عند إحدى المدارس وليس موجودا عند المدرسة الأخرى. لكن نحن لا ننظر إلى هذه المدارس من هذه الزاوية، بل ننظر إلى أقوال هؤلاء الصحابة وننظر إلى حقيقة ذلك القول. فإن وافق القول أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله كان هو المقدم، وإن لم يوافق ذلك وكان هو التفسير الذي أطبق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان هو المقدم. وإن لم يكن كذلك وكان تفسيرا بالرأي والاجتهاد نظرنا بين هذه الأقوال وقارنا بينها وقدمنا ما نرى أنه هو الأصوب وما يؤدي إليه الاجتهاد. هذه هي الطريقة في التعامل مع أقوال السلف رضوان الله تعالى عليهم، مع أننا نؤكد على أنه يجب علينا الرجوع إلى أقوالهم، لأنهم أعلم بالقرآن وأعلم بموارد نزوله وأفهم للغة العرب ممن جاء بعدهم، وهذا شيء لا يختلف فيه أحد من أهل العلم. بارك الله فيكم شيخ. هذا سؤال من الأخ عمار العيساوي من العراق، يقول حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له كما ذكرت اللهم علمه التأويل، فما الفرق بين التأويل والتفسير؟ التأويل يرد بمعنى التفسير، ويرد بمعنى ما يؤول إليه الشيء. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فانظر إلى كلمة التأويل هنا، يمكن أن تحمل على التفسير فيكون معناها وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون ممن يعلمون تفسيره. ويمكن أن تكون معرفة حقيقة الشيء وكنهه، فيكون الوقف في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا وقف لازم، ثم نبدأ بعدها فنقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما معنى تأويله يعني ما يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء وكنهه. فمثلا أسماء الله وصفاته أو صفات الله جل وعلا، هذه لا يستطيع أحد أن يعلم حقيقتها، لأننا لم نعلم ذلك من طريق الصادق المصدوق، ولم يأتنا خبر عن الله سبحانه وتعالى بحقيقتها، لكننا نعلم تفسيرها ونعلم معناها. فمعنى التأويل بهذه أو بهذه الصورة هو ما يؤول إليه الشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا. ما معنى قوله وأحسن تأويلا؟ يعني أحسن عاقبة. فكلمة التأويل ترد أحيانا بمعنى التفسير، وترد أحيانا بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ومعرفة كنهه وحقيقته. هذا بالنسبة لما كان عليه الأمر عند السلف الصالح. أما الخلف فإنهم يفسرون التأويل بتفسير آخر لعله أن يأتينا إن شاء الله في دروس قادمة ونفصله ونبين بطلانه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نعود إلى متابعة. كنا توقفنا عند التأليف في علوم القرآن علما على علم معين. بعد أن بينا قبل قليل أن الناس تتابعوا في ذكر أو في الكتابة في علوم القرآن على شكل مفردات وبحوث: الناسخ والمنسوخ، قصص القرآن، أقسام القرآن، أمثال القرآن، مشكل القرآن، إعراب القرآن، غريب القرآن، إلى آخره. في القرن الرابع الهجري بدأ التأليف في علوم القرآن بجميع هذه البحوث، يعني أن يكتب عالم هذه البحوث منسقة تنسيقا معينا ويخرجها باسم علوم القرآن. وكان أول من عرف عنه أنه كتب كتابا في هذا الفن بهذه الصورة محمد ابن خلف ابن المرزبان، المتوفى عام 900. فهذا هو أول من كتب كتابا في علوم القرآن بالصورة التي نعنيها عندما نتحدث عن علوم القرآن مصطلحا على علم معين، وسمى كتابه الحاوي في علوم القرآن. وكلمة الحاوي بالمناسبة اسم مشهور عند أهل العلم، فالماوردي له كتاب كبير في الفقه يسمى الحاوي يبلغ أكثر من 20 مجلدا، والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الحاوي في الفتاوي في مجلدين، وهو كتاب لطيف. ثم تتابع الناس بعد ذلك في التأليف في علوم القرآن الكريم. فممن ألف في علوم القرآن الكريم أبو الحسن الأشعري ألف كتابه المختزن في علوم القرآن، وأبو الحسن توفي عام 24 و300 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب لا أدري هل طبع الآن أو هو موجود أو أنه مذكور في ضمن المخطوطات. من المؤلفات أيضا في علوم القرآن بمعناه الاصطلاحي علما على الفن المعروف فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن، وقد ذكر أحد الإخوة المتصلين هذا الكتاب، وهو لابن الجوزي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 97 و500 من الهجرة النبوية، وكتابه هذا مطبوع ومتداول. من الكتب أيضا كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، المتوفى عام 65 و600 من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب مطبوع وموجود في المكتبات، وهو محقق أيضا حققه وليد الطبطبائي. فالكتاب من كتب علوم القرآن، لكنه لم يستوعب جميع موضوعات علوم القرآن، بل ركز كثيرا على القراءة ونزول القرآن، قراءات القرآن ونزوله. أيضا من الكتب المشهورة في هذا الباب، وهو من أشهر كتب علوم القرآن، كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، المتوفى عام 94 و700 من الهجرة النبوية. وكتابه هذا يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في علوم القرآن الكريم، بل إن الإمام السيوطي رحمه الله فرح به أشد الفرح. ونستطيع أن نقول إن السيوطي رحمه الله قد انتظم هذا الكتاب بكامله، يعني لم يدع منه شيئا وأضاف عليه ما توفر له من كتب أخرى. والزركشي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب ذكر في مقدمته كلاما يوحي بأنه لم يجد كتابا في علوم القرآن تقدمه. يقول الزركشي رحمه الله تعالى: ولما كانت علوم القرآن لا تنحصر ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن. ومما فات المتقدمين
وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه. فانظر كأنه يريد رحمه الله أن يضع كتابا لم يسبق إليه، كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربا ويبهر العقول عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه وعنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه. والله المخلص والمعين وعليه أتوكل وبه أستعين. وسميته البرهان في علوم القرآن. وهذه فهرسة أنواعه، ثم ذكر الأنواع نوعا نوعا وحتى بلغ بها 46 أو 47 نوعا. هذا ما ذكره الزركشي. وختم المقدمة بقوله: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟ قالوا: خذ العين من كل، فقلت لهم: في العين فضل ولكن ناظر العين. هذا الكتاب الثاني من كتب علوم القرآن التي بين أيدينا. أيضا من كتب علوم القرآن كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، وهو الذي قدمنا في بداية هذا الدرس أنه أشهر كتاب في علوم القرآن. والسيوطي رحمه الله تعالى كتب كتابا قبل هذا في علوم القرآن سماه التحبير، ثم لما أراد أن يؤلف تفسيرا عظيما أراد أن يجعل هذا الكتاب مقدمة لتفسيره ذلك، وله تفسير مفقود لم يعثر الناس عليه إلى اليوم، يقال له مجمع البحرين وملتقى النهرين. لم يدع شيئا من التفسير المأثور إلا ذكره بإسناده. السيوطي رحمه الله جعل هذا الكتاب الذي هو الإتقان مقدمة لتفسيره للقرآن الكريم. لكن بقي كتابه الآخر في التفسير الموجود والذي قد طبع عدة طبعات، يسمى الدر المنثور في التفسير المأثور، وهو يقع في 11 مجلدا في طبعة قديمة، ولما طبع حديثا يقع في قريب من 20 مجلدا. هو مختصر لذلك الكتاب السابق الذي ذكره رحمه الله تعالى وأشار إليه، ولم نعثر على شيء من خبره. هذا الكتاب الإتقان يقول السيوطي رحمه الله تعالى في بيان كيف ألف هذا الكتاب، يقول: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. هذا يدلنا على أن السيوطي لم يكتشف بعد كتاب البرهان ولم يطلع عليه ولم يكن خبره موجودا عنده. قال: فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين أبا عبد الله محي الدين الكافيجي مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله يقول: قد دونت في علوم التفسير كتابا لم يسبق إليه فكتبته عنه، فإذا هو صغير الحجم جدا. يقصد هذا الكتاب وهو التيسير في قواعد علم التفسير، هذا للكافيجي. فالكافيجي يرى أو يعتقد أنه هو أول من دون في علوم القرآن الكريم. يقول السيوطي رحمه الله: فإذا هو صغير الحجم جدا، وحاصل ما فيه بابان: الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي، وبعدها خاتمة في آداب العالم والمتعلم، فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. قال: ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي يعني المذهب الشافعي علم الدين البلقيني رحمه الله على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين البلقيني سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فرأيته تأليفا لطيفا
ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرين وتنويع وتحبير، ثم ذكر خطبته في ذلك والأنواع التي تعرض لها. ثم ذكر بعد ذلك كيف حصل له كتاب البرهان. يقول: وهذا آخر ما ذكر نعم. ثم ذكر رحمه الله السيوطي أنه ألف كتابا سماه التحبير. قال: وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72 يعني و800 من الهجرة النبوية. ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء، هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك. فبين أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، يعني أن كتاب السيوطي الإتقان إنما جاء بعد كتاب البرهان وقد استفاد منه الفائدة العظمى. قال: فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قد قال في خطبته إلى آخر ما ذكره عنه رحمه الله تعالى. قال: ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله سبحانه وتعالى كثيرا، وقوي العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان. يرى السيوطي أن ترتيب كتابه أنسب من ترتيب البرهان. وأدمجت بعض الأنواع في بعض. لاحظوا معي أيها الأحبة أنه في التحبير ذكر 100 نوع من أنواع علوم القرآن، ولكنه في الإتقان لم يذكر إلا 80 نوعا، لأنه أدمج بعضها في بعض من باب حسن الترتيب والتبويب وضم النظير إلى النظير. قال: وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن. فهذه مقدمة أو شيء من مقدمة كتاب الإتقان. أيضا من المؤلفات في هذا الباب وهي الكتب المؤلفة في علوم القرآن كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي المتوفى عام 76 بعد 100 والألف من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب كتب باللغة الفارسية وترجمه أحد المحققين المعاصرين، وهو كتاب من كتب علوم القرآن وليس من الكتب المتميزة، لكنه من الكتب التي ألفت بطريقة علوم القرآن مصطلحا على علم معين. هذا بالنسبة للكتب القديمة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أستأذنك في أن أستعرض مجموعة من الأسئلة. هذا الأخ الكريم رشاد من اليمن يقول: ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في مفسر عصرنا هذا، وإذا اختلف التفسير فأيهما يؤخذ، وجزاك الله خيرا. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في مفسر هذا العصر؟ الشروط التي ينبغي أن تتوفر في مفسر هذا العصر وغيره من العصور واحدة، فعلى كل واحد ممن يريد أن يقوم بهذا الدور يجب عليه أن يعرف هذه الشروط ويتعلمها. كيف ذلك أيها الأحبة؟ إذا وصلنا إلى درس شروط المفسر سنبين هذه الشروط بالتفصيل. من ذلك مثلا العلم باللغة العربية، من ذلك العلم بالسنة النبوية، من ذلك أيضا معرفة القواعد والأصول الفقهية وأصول الأدلة، لئلا يخلط الإنسان في تفسيره، وليعرف القواعد التي تسلك في النظر في نصوص الكتاب الكريم، وغير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم مفصلة في كتب علوم القرآن، وذكروها أيضا مفصلة في كتب أصول الفقه. أحسن الله إليكم شيخ. نستعرض بقية الكتب المعاصرة شيخ. نعم.
الآن نصل إلى نهاية المطاف في ذكر الكتب المعاصرة. بعد كتاب السيوطي رحمه الله نكاد نقول إنه ضعف التأليف في علوم القرآن الكريم وقل، ولعل السر في ذلك والله أعلم هو أن السيوطي رحمه الله قد كتب كتابا جامعا فكأنه أسكت من بعده، لكن المعاصرين حفظ الله الحي منهم ورحم الله الميت منهم لما رأوا حاجة الناس إلى كتابة علوم القرآن بلغة عصرية مناسبة للزمان وأيضا فيها مناقشة لما استجد من القضايا والمسائل التي يحتاج إليها، كتبوا في علوم القرآن. فنذكر بعض أهم هذه الكتب، منها كتاب مناهل العرفان، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، وهو للشيخ محمد بن عبد العظيم أو محمد عبد العظيم الزرقاني من علماء الأزهر. كتب هذا الكتاب لطلاب كلية أصول الدين، ونقحه تنقيحا جيدا وحرره تحريرا بالغا، وركز فيه رحمه الله على إظهار محاسن الدين ورد شبهات المعتدين، فهو يطيل في هذا الباب إطالة قوية، بل لا نعرف أحدا ممن كتبوا في علوم القرآن أطال في ذكر الشبهات مثل ما أطال هذا الإمام، وذلك لأنه كان في وقت كثرت فيه الشبهات على كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من جانب المستشرقين والمعجبين بهم الناقلين عنهم، فانتصب رحمه الله للرد عليها. فأحيانا يذكر في المبحث الواحد من باحث علوم القرآن 10 شبهات ثم يجهز عليها إجهازا قويا. ولا يعني هذا أن إجاباته أو أنه كان سليما في كل ما يقول، فإن طبيعة البشر أنهم يخطئون. وقد كتب الدكتور خالد بن عثمان السبت كتابا في بيان بعض الملاحظات على كتاب الزرقاني رحمه الله مناهل العرفان في علوم القرآن. الزرقاني توفي عام 1367 من الهجرة النبوية. من الكتب أيضا لمؤلف معاصر متوفى كتاب المدخل لدراسة علوم القرآن الكريم، وهو للشيخ محمد أبو شهبة الذي نسمع له حلقات في تفسير أو في شرح صحيح البخاري في إذاعة القرآن. من الكتب المشهورة أيضا وهو من أشهر الكتب المعاصرة كتاب شيخنا العلامة مناع القطان رحمه الله تعالى مباحث في علوم القرآن الكريم. وهذا الكتاب حقيقة استطاع أن يصوغ علوم القرآن بأسلوب عصري يناسب أهل الزمان، وإلا فإن غالب المعلومات التي فيه انتقاها واختارها من كتاب الإتقان، كما أنه عدل بعض القضايا العقدية التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة في كتاب الإتقان، عدلها وصاغها بأسلوب على منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من كتب علوم القرآن كتاب الدكتور صبحي الصالح، واسمه كاسم كتاب الدكتور مناع القطان، مباحث في علوم القرآن. هذه جملة من الكتب المعاصرة المهمة في هذا المقام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أعزائنا المشاهدين والمتابعين، نتوقف في فاصل قصير، نعود بعده ونتابع مادة هذا الدرس بإذن الله تعالى. ابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ونواصل تقديم مادة هذا الكتاب. نسعد باتصالكم وتواصلكم ومتابعتكم لنا عبر
هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني. أهلا ومرحبا بالجميع. ناخذ اتصال. نعم. ناخذ اتصال. نعم. من معي؟ علي عبد الهادي. من معي أخي الكريم؟ ارفع الصوت لو سمحت. علي عبد الهادي معك. تفضل أستاذ علي. الله يحفظك. ممكن أكلم الشيخ عندي سؤال؟ تفضل. فضيلة الشيخ، يعني من المآخذ اللي تكلمتم فيها أنه على بعض كتب في علوم القرآن عدم الاستيعاب لموضوعاته، هل من الممكن استيعابه ومن قام بذلك؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل لعقيدة عفوا أخي علي لو سمحت. نعم. هل ممكن إيش؟ هل من الممكن استيعاب موضوعات علوم القرآن ومن قام بذلك؟ ومن يعني من قام باستيعابها؟ ومن قام. نعم. اي نعم. السؤال الثاني، هل لعقيدة المؤلف في هذا الفن علوم القرآن تأثير فيما يكتب وعلى الطالب في هذا العلم؟ ولا السؤال الثالث والأخير الله يحفظكم، يعني المنهجية المقترحة منكم حفظكم الله في طلب هذا العلم. جزاكم الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ناخذ الأخت أم فارس من السعودية. تفضلي. الأخت أم فارس. تفضل أخت أم فارس. ناخذ الأخ عبد الوهاب من السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي أم فارس أهلا بك. تفضلي. أخي عبد الوهاب تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. معنا أم فارس. من معي أختي الكريمة؟ أم فارس. تفضل أخت أم فارس. أهلا بك. لو سمحت يا شيخ، ودي أن أسأل السيوطي رحمه الله ألف كتاب التحذير في علوم التفسير، فهل هذا الكتاب في علوم القرآن؟ وما الفرق بينه وبين كتاب الإتقان؟ وجزاكم الله عنا كل خير. واضح شيخ. ناخذ إجابة الأخ الكريم. السائل الأول يقول هل هناك مانع من استيعاب يعني موضوعات علوم القرآن؟ لا مانع من استيعابها بالصيغة التي ذكرها العلماء، وقد ذكرنا أن كتاب الإتقان يكاد يكون استوعب أبواب علوم القرآن الكريم، وكذلك في كتاب البرهان استوعب كثيرا من هذه المباحث، فهذا قدمناه في كلامنا وبيناه إن شاء الله تعالى. لكن استيعابها على وجه التمام والكمال بحيث يذكر كل فن وتذكر كل متعلقاته، هذا لا شك أنه يحتاج إلى عمر طويل، ويحتاج إلى بحث شديد، ويحتاج إلى استكمال آلات قد لا تتوفر لكثير من الناس. سؤال الثاني يقول هل لعقيدة المؤلف أثر في كتابه؟ نقول نعم، لأن جملة من مباحث علوم القرآن مباحث عقدية في موضوع نزول القرآن، في موضوع الوحي، في موضوع الناسخ والمنسوخ، وغيرها من الموضوعات. عقيدة المؤلف لها أثر في هذا الميدان. فمثلا في موضوع الناسخ والمنسوخ هناك من يخالف أهل السنة في موضوع الناسخ والمنسوخ، ويعتقد اعتقادا باطلا سنأتي على ذكره إن شاء الله عندما نتحدث عن هذا الباب. في إعجاز القرآن نجد أن المعتزلة وبعض المتكلمين لهم مذهب باطل في هذا الباب يجب الرد عليه، وهكذا في جملة من أبواب علوم القرآن الكريم. أما السؤال الثالث وهو يقول ما هي المنهجية في دراسة علوم القرآن؟ فأقول المنهجية أن يأخذ الإنسان أحد الكتب المعاصرة المعروفة مثل كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان مثلا، ويقرأه، وإن تيسر أن يقرأه على شيخ أو إنسان متخصص في هذا الفن فهو أفضل، وإلا فإنه يقرأ بعض الكتب المختصرة مثل كتاب مقدمة في أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو كتاب ميسر في هذا الباب. وهناك أيضا كتب كثيرة في السوق منهجية ألفت لطلاب المدارس ونحوهم، ميسرة وسهلة يمكن الإنسان أن يقرأها ثم يترقى بعدها إلى الكتب التي هي أكثر معلومات منها، ثم يصل بعد ذلك إلى كتابي البرهان والإتقان اللذان هما الغاية في كتب علوم القرآن. أما سؤال الأخت أم فارس نعم. الأخت أم فارس تقول هل هنا ما الفرق بين كتابي التحبير والإتقان؟ كتاب التحبير ألفه السيوطي رحمه الله
أول الأمر ظنا منه أنه لم يكن هناك مؤلف جامع في علوم القرآن الكريم، فألف كتابه التحبير وضمنه 100 ونوعين، 100 نوع من أنواع علوم القرآن ونوعين. ثم إنه لما عزم على تأليف تفسير للقرآن الكريم وأن يجعل مقدمته كتابا جامعا في علوم القرآن الكريم مبسوطا متقنا، وعزم على تأليف الإتقان، وقع في يده كتاب البرهان فقرأه وضمنه كتابه البرهان، فخرج كتابه الإتقان على أحسن ما يكون من الجمع والاستيعاب. فكتاب الإتقان هو الكتاب المتأخر، ولكن مع ذلك كتاب التحبير فيه فوائد جمة، لكنه أصبح كتابا شبه مهمل بعد وجود كتاب الإتقان، لأن الإتقان قد جاء بما في التحبير وزاد عليه. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، أود أن ننبه بأن عرض الأسئلة لا يمكن من خلال الموقع إلا للإخوة المشاركين أو المشتركين في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أرحب بكل الإخوة والأخوات الطلاب المشاركين في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. فضيلة الشيخ، سأستعرض معك بعض الأسئلة التي وردت. هذا الأخ حسن يقول هناك عدة شبهات تثار في هذا المجال، منها إبطال مبدأ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل، فكيف ندفع هذه الشبهة؟ وجزاكم الله خيرا. يبدو أن لدينا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من الدروس نتناول هذا الموضوع بكامله إن شاء الله تعالى. هذا الأخ الكريم رشاد من اليمن يقول: هل القراءات تغير التفسير معنى؟ نعم، القراءات من أعظم فوائدها اختلاف المعنى في التفسير، لكن لا على وجه التضاد، لأن القرآن لا يمكن أن ينقض بعضه بعضا، فكل القراءات تعتبر قرآنا. ومن الأمثلة على ذلك مثلا: وما هو على الغيب بضانين، تقرأ بالضاد بضانين وتقرأ بالضاء بضانين، ولكل واحدة منهما معنى، ومع ذلك هذه معناها يعضد معنى الأخرى. بضانين بالضاد بمعنى ببخيل، ما هو بخيل على الغيب، وبضانين بمعنى متهم، أي ليس متهما على الغيب بأن يزيد فيه أو ينقص منه، وليس أيضا بخيلا بهذا الغيب الذي أوحاه الله إليه فيكتم شيئا منه. إذا لاحظنا أن عندنا قراءتين في هذه الآية، وكل واحدة من القراءتين لها معنى، لكن كلا المعنيين يعضد أحدهما، كل واحد من المعنيين يعضد أحدهما الآخر ويؤيده ويصب في اتجاهه. هذا مثال من الأمثلة، وإلا فالأمثلة في هذا الباب كثيرة، ولعلنا نصل إليها عندما نصل إلى موضوع القراءات بمشيئة الله جل وعلا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال الآن الأخ عيسى من السعودية. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل أخي. حياك الله. عندي سؤال أبغى أطرحه على الشيخ. تفضل أخي. تفضل. ما علاقة علم أسباب النزول بأصول الفقه والحديث والمصطلح؟ عفوا أخي عيسى. نعم. سؤال مرة أخرى. قل ما علاقة علم أسباب النزول بأصول الفقه والحديث والمصطلح والفقه؟ واضح شيخ؟ نعم. تفضل. أسباب النزول علم يبحث في علوم القرآن الكريم، وله كتب مؤلفة معروفة، لكن لا يعني ذلك أن علوم القرآن منفصلة عن علوم الشريعة، بل علوم الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا ويكمل بعضها الآخر. ومن هذا مثلا أسباب النزول نجد البحث فيها مثلا موجودا في مصطلح الحديث، حيث يتكلم العلماء في مصطلح الحديث عن قول الصحابي: هذه الآية نزلت في كذا، هل هذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبيل الموقوف على الصحابي؟ أما قولهم نزلت هذه الآية في سبب نزول هذه الآية كذا، فأكثر العلماء على أن هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فإن كان مراده بيان شيء من حكمها فإنه من الموقوف على الصحابي، وإن كان مراده أن هذا سبب نزول الآية فهو من قبيل المرفوع حكما. فهذا مما يبحث في علم أصول
أو مصطلح الحديث. وهذه القضية بالذات أيضا تبحث في أصول الفقه. إذن فعلوم الإسلام يخدم بعضها بعضا. تجد بعض البحوث في فن هي خاصة به، لكن لها أطراف متصلة بالفنون الأخرى. بارك الله فيك شيخ. معي أبو جواد من السعودية، تفضل. تفضل. أم سمية من السعودية، تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل؟ تفضل يا أختي. ما اسم كتاب الشيخ محمد أبي شهبة، وما اسم كتاب الكافيجي؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا. اسم الكافيجي التيسير في قواعد التفسير. هذا كتاب الكافيجي اسمه التيسير في قواعد علم التفسير. وأما كتاب محمد أبو شهبة فاسمه المدخل إلى دراسة علوم القرآن الكريم. المدخل إلى دراسة علوم القرآن الكريم. بارك الله فيك شيخ. هذه الأخت فاطمة من الإمارات تقول: هل سنجد هذه الشرائح التي يعرضها الشيخ في الموقع؟ بإذن الله تعالى الشرائح موجودة. الأخ عبد الغني المجتهد من المغرب يقول: هل من كتب تفيد في تمييز طبقات المفسرين وبلدانهم؟ وجزاكم الله خير. نعم، هناك كتب خاصة في طبقات المفسرين، فمن ذلك كتاب طبقات المفسرين للداودي، وكتاب طبقات المفسرين أيضا للسيوطي رحمه الله، وهما كتابان مطبوعان. وهناك كتب خاصة أيضا في القراء، ككتاب معرفة القراء الكبار على مرور الدهور والأعصار للإمام الذهبي، وكتاب غاية النهاية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فهذان كتابان في طبقات القراء وذكر بلدانهم وأحوالهم. وهناك كتب أيضا معاصرة مثل كتاب عادل نويهر في معجم القراء والمفسرين، إن لم أكن نسيت اسم الكتاب على وجه الدقة. بارك الله فيك. هذه الأخت كريمة تقول: هل لابن عباس رضي الله عنه تفسير مستقل مطبوع أو لتلميذه مجاهد رحمه الله؟ وإذا كان موجودا فلما لم يكن مشهورا؟ كتاب ابن عباس رحمه الله المشهور والمطبوع المتداول تنوير المقباس، هذا كتاب لا يعتمد عليه وليس من الكتب الموثوقة عند أهل العلم للشك في روايته. أما مجاهد فكتابه مسند وموجود ومطبوع محقق، تفسير مجاهد من رواية ابن أبي نجيح، وهو موجود في الأسواق، وهو كتاب موثوق ويروى عنه ويحال عليه. بارك الله فيك. هذا الأخ الكريم الصالح من الإمارات يقول: هل نحن مطالبون بعلم المكي والمدني من الآيات؟ إن كان يقصد في الأكاديمية فنحن إن شاء الله سنأتي على ذلك، وإن كان يقصد يعني كمسلم ليس كل مسلم مطالبا بهذا، ولكن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف علم المكي من المدني، لأن هذا العلم يميز الناسخ من المنسوخ في القرآن الكريم، كما أنه يميز موضوعات القرآن الكريم من حيث الدراسة والفهم، لأن القرآن المكي يختلف في موضوعاته وفي أسلوبه عن القرآن المدني، وهذا ما سنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله عندما نتحدث عن المكي والمدني في دروس قادمة بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيك. هذا الأخ أو الأخت من الكويت راجية تقول: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، ماذا عن كتاب منهاج ابن القيم في الدعوة إلى الله؟ ففي المجلد الأول شرح لمدارس التفسير وبداياتها، ما رأيك فيه؟ منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله؟ نعم، كتاب لا أعرف هذا الكتاب ولا أستطيع أن أحكم عليه. بارك الله فيك شيخ. المجال للأخوة الكرام الطلاب هنا. الأخ عمر لديك سؤال، تفضل. صلى الله إليك يا شيخ. أيهما أفضل، كتاب الإتقان أو كتاب البرهان؟ كتاب الإتقان أو كتاب البرهان، أيهما أفضل؟ نقول في الإجابة على هذا من حيث الجمع والاستيعاب كتاب الإتقان أفضل، لأنه قد جمع ضم كتاب البرهان وزاد عليه كل ما وقع بيده من كتب علوم القرآن، فهو كتاب جامع حافل. أما من حيث الأسلوب وجمال العبارة ودقتها، ولمن أراد أن يتلذذ بالقراءة في علوم القرآن، فكتاب البرهان أفضل من هذه الناحية.
والله أعلم. بارك الله فيك الشيخ. هذا الأخ الكريم من المغرب عبد الغني المجتهد يقول: هل من كتب تفيد في تمييز طبقات المفسرين وبلدانهم؟ هذا تطرقنا له فضيلة الشيخ. الأخ الكريم كذلك الأخ الكريم ريان من إيطاليا يقول: هل أحكام التجويد تدخل في علوم القرآن؟ هذا السؤال أجبنا عليه بالأمس وقلنا إن علم التجويد أصبح فيما بعد علما مستقلا بذاته منفصلا عن علوم القرآن الكريم، وذلك لأن له أبوابا وفصولا كثيرة جدا فميزة عن علوم القرآن، كما ميز مثلا علم القراءات عن علوم القرآن، وكما ميز أيضا علم التفسير عن علوم القرآن، لأن هذه العلوم أصبحت طويلة وذات أبواب وفصول وأجزاء كثيرة جدا، فاستقلت عن علوم القرآن بعد أن كانت جزءا من أجزاء علوم القرآن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن في الدقائق الأخيرة، لم يبقى إلا 3 دقائق على نهاية هذا البرنامج، نعرض الآن أسئلة هذه الحلقة ثم نتابع ذلك بعرض أهم عناصر هذا الموضوع. الشيخ نعرض الأسئلة نعم. التي ستكون للطلاب. نعم. نعم. طيب، نحن من عادتنا إن شاء الله في هذا الدرس وفي غيرها أيضا من الدروس التي تقام في هذه الأكاديمية أن نختم الدرس بذكر سؤالين كنشاط يقوم به الطلاب المشتركون في هذه الأكاديمية. السؤال الأول: ما النوع الأول من أنواع علوم القرآن الذي افتتح به السيوطي كتابه الإتقان في علوم القرآن؟ أعيد السؤال مرة أخرى: ما النوع الأول من أنواع علوم القرآن الذي افتتح به السيوطي كتابه الإتقان في علوم القرآن؟ قلنا إن السيوطي ذكر 80 نوعا من أنواع علوم القرآن في كتابه الإتقان، فما هو النوع الأول؟ أما السؤال الثاني فهو: كم أنواع علوم القرآن التي ذكرها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن؟ كم أنواع علوم القرآن التي ذكرها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن؟ هذان سؤالان نريد منكم الإجابة عليها في بداية الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. نختم الشيخ بأهم عناصر درس هذا اليوم. أهم عناصر درس هذا اليوم، لكن قبل ذلك إن أذنت لي بقي معي 3 كتب يسيرة جدا في دقيقة واحدة، وما لدي دقيقتان فقط الشيخ. طيب، كتاب علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور، أيضا من كتب علوم القرآن المفيدة في هذا الوقت، وأيضا محاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم الحمد وهو دكتور عراقي. ومن كتب علوم القرآن المفيدة أيضا كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي. هذه يعني هذا ما تبقى لدي من كتب علوم القرآن. أما أشهر أو أهم القضايا التي ذكرناها في درسنا هذا اليوم، ذكرنا أولا مدارس التفسير في عهد التابعين، ثم ذكرنا عهد التدوين وبينا كيف أن علوم القرآن دونت مفردة من نهاية القرن الأول وإلى يومنا هذا، وذكرنا نماذج لذلك. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكتب المؤلفة في علوم القرآن علما على علم معين، وبينا أن أول كتاب ظهر في ذلك هو كتاب الحاوي في علوم القرآن لمحمد بن خلف ابن المرزبان. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكتب المعاصرة وختمناها بهذه الكتب 3 التي ذكرناها آنفا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، ونحن في ختام هذه الحلقة أود أن أنبه إلى أن هذه الحلقة ستعاد غدا الساعة 6:30 صباحا على قناة المجد العلمية والعامة. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى بشكره والثناء عليه على أن يسر لنا تقديم هذه المادة، وأسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء. لكم أنتم أيها الإخوة والمتابعين في كل مكان دعوات صادقة بأن يجزيكم الله خير الجزاء. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يتذكر أولو